السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إطالة عن المحتوى، جيت طبعا يعني بحاجة كده على طول كده صعبة شوية، بس إن شاء الله يعني تكون فيها فاليو كبير ليك. أنا متأكد مليون المية إنك أنت شفت مصادر كتيرة وشفت ناس كتيرة. بس أنا متأكد إن أنت طالما يعني دخلت على الفيديو ده وهتتابعه للآخر، أنت مش هتحتاج إنك أنت تشوف مصادر تانية أصلا لإعلانات جوجل او للادز عامه، لان ده من اكتر الحاجات اللي انا بهتم بيها جدا، انك انت الحاجه اللي تتعلمها تكون موثوقه 100%، وتكون عن وعي وادراك تام وثقه تامه ان الحاجه اللي انت هتشوفها دي تكون انت فاهمها كويس، وتكون عارف البيزكس بتاعتها كويس، وتكون مواكبه للسوق، لان في ناس كتيره طبعا هبيته في المجال ده بدون ذكر يعني حد. طبعا ربنا يوفق الجميع. بس انا متاكد ان شاء الله من بعد ما تخلص السيشنز دي، لان طبعا دي اول سيشن في اعلانات جوجل، احتراف اعلانات جوجل عامه، سواء كنت انت شخص مبتدئ او غير مبتدئ، حد سينيور عامه. فالفيديو ده هو مناسب لكل الناس، يعني مناسب للمبتدئين والميد ليفل، الناس المتوسطه يعني، والناس السينيورز او البرفورمانس كمان، ان هم ياخدوا ريكاب سريع عن جوجل ادز او عن الاس سي ام عامه. طيب، بمعنى ايه الكلام ده؟ ايه هي جوجل ادز؟ عشان نبدا وما نطولش على طول نخش في الشرح. جوجل ادز يا جماعه هي من البلاتفورم اللي بنعمل من خلالها اعلانات عادي جدا زي اي بلاتفورم، زي فيسبوك، زي انستجرام. ولكن الموضوع بيختلف اختلاف تام. طيب، بيختلف الاختلاف في ايه، او ايه هو الاختلاف ده؟ الاختلاف ده يا جماعه بيبدا يتكريت او يتكون بناء على اليوزر، بناء على المستهلك او المستخدم، او كمان البرودكت نفسه، او كمان الاودينس او التارجت اودينس اللي انت بتستخدمه. طبعا احنا عارفين، ودي حاجه مش موجوده او مش جديده علينا، كل دوله او كل بلد بيكون ليها التارجت اودينس بتاعها، وبيكون ليها اليوزر بتاعها، وبيكون ليها كل حاجه. وكمان تجربة او يوزر، معلش، تجربة الميديا باير نفسه. طب يعني ايه تجربة الميديا باير نفسه؟ اللي هو الميديا باير لما بيجي بيشتغل على اي از، او لما بيجي يعمل كامبين، بيعمل حاجة اسمها تيستنج. والتيستنج بيكون كمان مش مبني على البادجت، مش مبني على الاستراكشر، لا، هو مبني كمان على البلاتفورم نفسها. هو بيعمل تيستنج على البلاتفورم، بيشوف مثلا متى هتشتغل معاه كويس، طب جوجل هيشتغل معاه كويس، طب انهي اوبجيكتيف. ف ده الفرق البسيط اللي لازم تكون فاهمه في الاول. علشان ما نصعبش الدنيا اكتر، جوجل ادز يا جماعه باختصار هي من المنصات المختلفه عن باقي المنصات. يعني مختلفه في الاوبجيكتيف بتاعها، يعني في الاهداف التسويقيه بتاعتها، في كمان الداشبورد بتاعتها، في الادوات بتاعتها، في كل حاجه حرفيا بتبقى مختلفه. ولكن هي بتأدي نفس الهدف، اللي هي اللي احنا نحقق الار او اي او الكي بي اي بتاعتنا. ولكن هي بالنسبه لي كحد بقالي فتره، او بقالي اكتر من، خلينا نقول من 3 سنين ونص بستخدم جوجل ادز على مدار ال3 سنين ونص للمينا والجولف ماركت. انا شايف ان انا ما شفتش ده حرفيا، انا عرفت واقتنعت اقتناع تام ان من اقوى البلاتفورم اللي تقدر تجيب من خلالها فلوس للكلاينت، او فلوس ليك انت شخصيا كحد بيبيع منتج او خدمه، هي جوجل ادز. لان الكواليتي الليد عندك بيبقى حرفيا عالي جدا، وده بيكون لسبب. والسبب ده هو بيرجع لحاجتين مهمين جدا وفرق مهم جدا لازم أن تكون فاهمه. طيب، قبل كده ما ندخل، او قبل ما نعرف اصلا الداشبورد دي عباره عن ايه، لانها تبقى في سيشن منفصله، السيشن دي احنا هنتكلم بس عن الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. معلش انا اسف، خلينا نرجع كده الاول. الحاجتين دول هم ايه؟ الحاجتين دول هما ان احنا علشان نقدر نوصل للجمهور بتاعنا، احنا لازم نكون عندنا فرق ما بين حاجتين. فرق ما بين ان احنا وصولنا، تمام، خلينا نقول وصولنا للجمهور او للاودينس بتاعنا، بيكون مبني على حاجتين: حاجه اسمها الديموند كابتشر، وحاجه اسمها الديموند جنريشن. يعني ايه يا عبد الرحمن؟ انا اول مره اسمع او عايز افهم الكلام ده عباره عن ايه. الديموند كابتشر باختصار يا صديقي، وهو ان انا بوصل، او معناها عامه بالمعنى كده البلدي، ان انا بوصل، معلش، ان العميل بيدور على الخدمه بتاعتي او بيدور على المنتج بتاعي. يعني الديموند كابتشر هو اللي بيجيلي، العميل هو نفسه اللي بيجيلي من خلال حاجة اسمها الكيورد. والكيورد هنا هو المفتاح. يعني خلينا كده نقول ان هنا الكي
وورد هو المفتاح بتاعي. طب بالنسبة للديمون جنريشن، الديمون جنريشن انا بصنع كل حاجة علشان اوصل انا بنفسي للعميل. يعني باختصار الفرق ما بين الاتنين، الديمون كابتشر العميل هو اللي بيدور على المنتج او الخدمة بتاعتي، الديمون جنريشن المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي هي اللي بتروح بنفسها للعميل. يعني انا كحد او كبراند انا اللي بروح لنفسي بالعميل. طيب انهي واحدة اقوى فيهم بديهيا كده من غير حد ما حد دارس تسويق ولا دارس اي حاجة لو انت مبتدئ؟ طبعا الديمون كابتشر، لان العميل هو المحتاجني، العميل هو عنده البين بوينت او نقطة الضعف الاساسية، فهو بالتالي اللي بيحتاجني. تمام. طب انا عايز اعرف الفرق ما بين الاتنين اكتر يا عبد الرحمن. تعالى في التابة التانية، هنا بيوضح الفرق ما بين الايه، ما بين ثلاث حاجات مهمين جدا لازم أن تكون عارفهم قبل ما ندخل اصلا في جوجل ادز. حرفيا يا جماعه الناس اللي بتبدا تشرح لك على طول جوجل ادز، او ايا كان صديقك او صاحبك او حد انت بتتابعه، لو بدا لك على طول في جوجل ادز كده من غير ما يوضح لك الفرق ما بين الثلاث حاجات دول، للاسف انت هتكون تايه جدا وهتكون متلخبط جدا. فتابع وركز في الحته دي لانها مهمه جدا. وهي ايه؟ وهي ان احنا عندنا ثلاث اجزاء مهمين، حاجه اسمها الجوجل ادز بيد، وحاجه اسمها السوشيال ميديا ماركتنج او البيد سوشيال ميديا ماركتنج، او عامه عندنا جوجل وعندنا سوشيال ميديا. بالمعنى البديهي كده جوجل ادز يعني اعلانات جوجل. تمام. بالنسبه للسوشيال للاس ام ام اللي هي السوشيال ميديا ماركتنج، اللي هي التسويق من خلال السوشيال ميديا بتاعتنا، اللي هي بتبقى زي ايه، ميتا، فيسبوك، انستجرام، عندنا كمان سناب شات، اكس حاليا اللي هي كانت تويتر سابقا، لينكد ان. طيب انا ليه بودي لك او بفهمك الفرق ما بين الاتنين؟ علشان ده بيندرج يعني السوشيال ميديا ماركتنج بيندرج تحته النوع التاني اللي احنا اتكلمنا عنه، وهو الايه، وهو الديموند جنريشن. السوشيال ميديا ماركتنج هي اللي بتوديني للعميل، انا اللي معلش كبراند او صاحب منتج او خدمه انا اللي بوصل للعميل. طب بالنسبه لجوجل ادز دي بتبقى الديموند كابتشر، اللي هو انا بوصل من خلال الكلاينت نفسه، يعني الكلاينت هو اللي بيدور عليا. تمام. الكلاينت هو اللي بيدور على المنتج او الخدمه بتاعتي، هو اللي ناقصه الحاجه وانا بوصل له من خلال جوجل ادز. طيب حلقه الوصل ما بينهم، تمام، يعني ايه معنى اورجانيك، يعني ايه البيد اللي قدامنا دي؟ السوشيال ميديا ماركتنج او جوجل ادز، احنا قلنا يا جماعه بديهيا كده قبل ما نفهم يعني ايه بيد واورجانيك، البلاتفورم عامه عندها تول. تمام. جوجل دي معاها تول، وكمان نفس الفكره ميتا اللي هي فيسبوك وانستجرام معاها تولز. من التولز اللي بنستخدمها في الاعلانات علشان نوصل للكلاينت بتاعنا او نحقق الهدف بتاعتنا، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ميديا باينج، يعني بندفع للبلاتفورمز دي علشان اقدر اوصل للايه، للتارجت اودينس بتاعي من خلال استراكشر، من خلال تيستنج، من خلال منتج او خدمه بتحل مشكله معينه عند الكلاينت. طيب وصلنا ده بيكون يا اما مدفوع يا اما اورجانيك. طب يعني ايه الفرق ما بين الاتنين؟ البيد يا جماعه بيستخدم في السوشيال ميديا ماركتنج وفي جوجل ادز عادي، ولكن الاورجانيك من خلال حاجه اسمها الاس اي او. تمام. اللي هي الايه، السيرش انجن اوبتمايزيشن. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان انا بيتم تحسين المحتوى بتاع الويب سايت بتاعي اللاندنج بيج بتاعتي انها توصل اورجانيكلي، يعني توصل للعميل من غير ما ادفع اعلانات. يعني الفرق ما بين البيد جوجل ادز والاورجانيك جوجل ادز، وهو ان دي بنسميها الاس اي ام وهنا الاس اي او. ده الفرق ما بين الاثنين. الاس ام هو اختصار للسيرش انجن ماركتنج، والاس او هو اختصار للسيرش انجن اوبتمايزيشن. وهنا دي مهاره برضو بتبقى موجوده ان شاء الله، هيبقى ليها كورس منفصل بيتم تحسين فيها المحتوى اللي داخل الويب سايت. تمام. نفس الفكره برضو في الاس اي ام، انا مش بحسن محتوى، بالعكس انا بدفع فلوس علشان ابدا اظهر. طب انا عايز مثال عشان افهم، انا حاسس ان الدنيا بدات تتوه مني وعايز افهم. خلينا كده نروح لنيو تاب ونبدا نسرش مثلا على حاجه اسمها شركه تسويق رقمي على سبيل المثال، او مثلا خلينا نسهل الدنيا ونكتب مثلا احذيه. تمام. اهو انا بدات ادور على المنتج، انا عايز المنتج دلوقتي احذيه او شوز، هيبدا يظهر لي هنا نتائج. تمام. هيبدا يظهر لي هنا ريزلتس اهي الريزلتس دي بنسميها الاس اي ام او السيرش انجن ماركتنج. تمام.
دي بتبقى اللي هي المنتجات الدعائيه، اللي هي البراندات يعني البراندات بتصرف فلوس لجوجل عشان تبدا تظهر في الاول كده. طب الله، في نتائج تانية بس بتبقى من خلال الاس اي او. يعني انا كده عندي الاس اي ام والاس اي او كلهم هنا في لعبه واحده في دايره واحده، ولكن الاس اي ام بيختصر ان هو بيدفع لجوجل عشان يبدا يطلع في الاول زي كده. دي طبعا مثال لاعلانات الشوبينج، تمام، بتبقى موجوده بالشكل ده، وهنعرف ازاي بنعملها. تمام. تحت هنا لو جينا سرشنا تحت هنلاقي برضو في حاجات اورجانيكلي مش مدفوع لها فلوس. طبعا في باقي الريزلتس ساعات بتبقى اورجانيك، يعني ساعات بتبقى بدون اي اعلانات، وده بنسميه الاس اي او. وده بيكون من اقوى برضو التولز اللي ممكن تستخدمها، او من اكتر المهارات اللي لازم تتعلمها علشان تشتغل على الحاجات الاورجانيك. طب الاورجانيك ده هل بيدفع له فلوس؟ لا، هو بيلعب على حاجة بتبقى اورجانيك جوه الويب سايت علشان يبدأ يكون او يبدا يظهر في اوائل او يتصدر محركات البحث من غير ما ادفع اعلانات. الله، طب انت ليه حاطط كده سهمين ما بين الاس ام ام والبيد ادز؟ ما هو السوشيال ميديا ماركتنج ليها استراتيجي تانية بنشتغل فيها برضو على الاورجانيك كونتنت، والاورجانيك كونتنت ده برضو بدون بيد ادز او بدون محتوى مدفوع، زي الانفلونسر مثلا، او زي الناس اللي بتعمل بيرسونال براندنج. الناس البيرسونال براندنج او اللي بيعملوا، او الناس الانفلونسر، او الناس اللي عندها فوليوم ريتش عالي اورجانيك، بيشتغلوا على حاجه اسمها الاورجانيك كونتنت، اللي هو بيبدأ ينزل ريلز، بيبدأ ينزل بوست، يشتغل على هوكس، يشتغل على حاجات كتير على المدى الطويل. على المدى الطويل، وركز في الحتة دي، على المدى الطويل، عشان يبدأ يظهر او يبدأ يوصل للجمهور المستهدف. بالنسبة للاس اي او نفس الفكرة، بيبدأ يشتغل على المدى الطويل علشان يبدأ يظهر في او يتصدر محركات البحث. اما بالنسبة للبيد ادز بيكون على المدى القصير. تمام، خلينا كده نحطها بلون مختلف. بالنسبة للبيد ادز بيكون على المدى القصير، ببدأ ادفع فلوس او بدفع كاش علشان ابدأ اظهر للجمهور بتاعي. تمام، ده كده بالنسبة للفرق ما بين وصولنا او استراتيجية الوصول للجمهور من خلال السوشيال ميديا ومن خلال جوجل ادز. وهنا نوضح الفرق يا جماعة تاني ما بين حاجتين مهمين جدا، وهي الاس اي ام والاس اي او. الاس اي او هي مهارة انت بتتعلمها عادي بس بدون دفع اي فلوس، ما فيهاش اي فلوس نهائيا علشان تبدأ تظهر للجمهور او للكلاينت بتاعك. اما بالنسبة للاس اي ام، ودي اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله، وهي جوجل ادز، اللي هو انت بتدفع فلوس لجوجل علشان تبدأ تتصدر محركات البحث. وده بكل بساطة الفرق ما بين الاس اي او والاس اي ام. انا كده خلاص هستبعد الاس اي او كمهارة منفصلة، ان شاء الله هنتكلم عليها في فيديو منفصل، وهنبدأ نشتغل على الاس اي ام او السيرش انجن ماركتنج من خلال اعلانات جوجل.